السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم بفيديو جديد وفي حوار جديد مع الشيعة. في هذا البث سترون سؤالا أسأله لمحاورين الشيعة ويعجزون عنه من كتاب الناصح الذي يظهر أمامكم على الشاشة الآن للعارف الرباني والمرجع الشيعي الكبير محمد تقي البهجت. يسأل في صفحة 337: كيف لنا أن نعلم أن الإمام صاحب الزمان عليه السلام راض عنا؟ الجواب: انظروا إلى دفتره وطابقوا أعمالكم مع دفتره. وهنا في الحاشية رقم 2 يقول: يقصد سماحته بالدفتر الرسالة العملية الصحيحة. فأين سنجد هذه الرسالة؟ ومن سيجيبنا منكم يا شيعة؟ سنرى في هذا الفيديو كل شيء، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب للفيديو. تفضل يا ابو يزيد. ابو يزيد تجي حاج وعد. يلا ابو يزيد. حياك الله. عندي استفسار ممكن؟ اي ويا شيخ زين العابدين وياك تفضل. نعم. في كتاب الناصح للسيد محمد تقي البهجت، إيه. صفحة 373، سؤال 34: العلم برضا الإمام صاحب العصر عليه السلام علينا. سؤال: كيف لنا أن نعلم أن الإمام صاحب الزمان عليه السلام راض عنا؟ الجواب: انظروا إلى دفتره وطابقوا أعمالكم مع دفتره. زين. أين نجد هذا الدفتر لكي نطابق أعمالنا مع دفتر الإمام المهدي عجل الله فرجه؟ هو هذا سؤالك؟ عندما تعرف ما هي الأدعية المختصة بالإمام الحجة، وما هي الأعمال المختصة بالإمام الحجة، وما هو الذي يقربك إلى الله جل وعلا وإلى حجته في عباده، تعرف ذلك الدفتر. أما أنت الآن بحالتك هذا لا تعرف سوى عمر وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص. الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف لا تستطيع معرفته عزيزي، لأنه أنت أساسا ما عندك شيء عن الإمام المهدي. زين يا عزيزي المحترم، هذا الجواب يعني. هسه تسمح لي أسألك سؤال؟ أنت سألتني سؤال، ما جاوبت. أسألك سؤال ما جاوبت. هاي انت برايك يعني بخيالك ما جاوبت. رساله الامام العمليه وين؟ بس اسمعني عزيزي، اسمع، انا لست ملزما بما تريد انت في بالك. هسه انا اسالك سؤال، زين يا عزيزي، انت عندك 12 امير، 12 خليفه، هذول ال 12 خلفاء، من هو الخليفه الثاني عشر لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم؟ طيب الان انا سالتك عن دفتر الامام المهدي الذي تطابق به اعمالك لكي تعلم ان كان راضي. هذا هو الامام المهدي. ارجعنا في الحديث، واما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى روايه حديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجه الله عليهم. فالاحاديث اللي اسمعني، انت بتسالي سؤال نجاوبك، احترم. فكل الاحاديث اللي البيت عليه السلام موجوده في الكتب الصحيحه الثابته، هو دفتر الامام المهدي. احترام الشيخ زين العابدين. هو انا والشيخ واحد، انا والشيخ واحد، ما عليك. لا واحد، خلي واحد. انا والشيخ زين العابدين واحد، وما منك ما اسال الشيخ ولا مع واحد. لا هذا الاسلوب لا تستخدمه ويانا. انا وابو كريم وحج وعد واصغر واحد شيء هنا واحد. هذا يعني انتم تحاولوا اثنين مع بعض. اسمع خمسه نحاول. هذا الاسلوب لا تستخدمه. خلاص بس بالدور واحد. اسمع انت سالتني وانا جاوبتك. ما جاوبتني عزيزي، انا سالتك سؤال. هسه عود اذا انا ما جاوبتك تفضل انشر المقطع قول شيخ زين العابدين ما جاوب. هسه انا سالتك سؤال، هل لديك من القدره والقابليه والعلم ان تجاوب؟ لو هيك فاشوش كل شيء ماكو. زين اتكلم الان يعني. هسه سؤالي لك الخلفاء عندك كما قال ابن تيميه 12 خليفه، من هو الخليفه الثاني عشر الذي هو خليفه الله وخليفه رسول الله عندك؟ تفضل جاوب. طيب انتهيت. اول شيء نحن ذكرنا سؤال. محمد تقي البهجت يقول يوجد دفتر للامام المهدي يطابق معه الشيعه اعمالهم ليعلموا ان كان راضيا عنهم ام لا. وفي التحقيق يقول الدفتر هي الرساله العمليه للامام المهدي. يعني يوجد رساله عمليه للامام المهدي وهذه الرساله غير موجوده، والشيخ زين العابدين ما استطاع انه يعطينا الدفتر. ما انت ما فهمت الجواب عزيزي، انت ما فهمت الجواب. وين الدفتر؟ وينه؟ انا اريد اسمع انت ما فهمت الجواب. انا وين الجواب؟ شو اسمه الدفتر؟ اسمع اهدى فهم، اهدى علي. تفضل. اولا نحن لدينا مواقع صادره من الامام، لدينا ادعيه للامام، لدينا اوراد للامام، لدينا اوراد للقاء بالامام، لدينا الكثير عن الامام. هذا كلها تجمعها شو يصير؟ عباره عن منهج، عباره عن دفتر يوصلك الى الامام. اذا انت ما فهمت انا شو ذنبي؟ انت ما تفتهم عزيزي. انا جاوبتك عزيزي، اسمعني، انا جاوبتك والجواب مالي مطابق لما ذكره الشيخ بهجت رضوان الله عليه. مو رساله عمليه حلال وحرام. لا رساله عمليه. اهدى. الرساله العمليه هاي الدفتر العملي هي الاعمال التي توصلك الى الامام الحجه عجل الله تعالى فرجه. غير صحيح. لكن انت عزيزي، انت ما تريد تفهم، مو قوه. هسه انا سالتك سؤال،
من هو الخليفة الثاني عشر لله عز وجل؟ جاوبني. جميل، راح اجاوبك ما عندي مشكله، بس حاج وعد ممكن تكبرني اعطي مداخلتي. راح اجاوبك بس راح ارجع لسؤالي على فكره، يعني راح اجاوبك وارجع لسؤالي وارجع لك المداخله. هذا كتاب الناصح محمد تقي البهجت وهاي صورته. سؤال 34 عفوا ثواني. تبحث في كتبنا مثل ما تبحث عند الشيعة، ولكن ما بتلقى الا الدجل. لو سمحت انت ما تتداخل لو سمحت. العلم برضا الامام صاحب العصر عليه السلام علينا. سؤال: كيف لنا ان نعلم ان الامام صاحب الزمان راض عنا؟ انظروا الى دفتره وطابقوا اعماله مع دفتره. 2 و3 ننزل بالتحت تحقيق. يقصد سماحته بالدفتر الرساله العمليه الصحيحه، يعني زي مثلا منهاج الصالحين. الصحيحه مو صحيحيه. الصحيحه قلت. شنو الصحيحه؟ احنا ما عندنا رساله عمليه تسمى صحيحه او ضعيفه. هو قال الرساله العمليه. اي هو قال لابد ان تفتهم قوله. خلينا نكمل. لابد ان تفهم قوله. بس خلينا نكمل. خلينا جواب هذا يعني. الاختلاف وارد. الاختلاف وارد بيننا وبينه. يقصد من هو الذي يقول يقصد؟ من هو؟ المحقق. لا طلع لي رقم 3 فوق رقم 3 شنو؟ هاي 3 فوق واحد هاي عن السؤال اللي قبله. هاي واحد. رقم 3 طلع لي السؤال مال رقم 3. 3 بالاسفل. هيو لا طلع لي السؤال مال رقم 3. السؤال الفوق اي الفوق. ما في رقم 3 ما في. يعني منين جبت هاي 3 بالحاشيه؟ 3 من هنا من عند الدفتر. هذا 2 هذا 2 وهذا 3. اثنينات. تمام انزل. يقصد سماحته إذا كانت الأعمال موافقة لدفتر الشرع فسيكون الإمام راض، وإن لم يكن العمل موافقا لدفتر الشرع فهذه نتيجة بديهية أن الإمام صلوات الله عليه غير راض، وهذه طريقة سهلة وميسرة للجميع حتى يعرفوا أن الإمام عليه السلام راض عنهم أم لا. إذا يوجد دفتر للإمام ورسالة عملية للإمام. أين نجدها؟ لا رسالة عملية للإمام. لا هي رسالة عملية. عزيزي أنت مو فاهم صح يا عزيزي. يا عمي أنت مش عارف 2 من 3 تقول يا عزيزي والله مو فاهم صح. وينها رسالة كاتب الرسالة العملية للإمام؟ دفتر الرسالة العملية صحيحة. عزيزي الشيخ يقصد الرسائل العملية مال مرجع التقليد. لربما لا مو لربما شيخنا، مو لربما. لماذا؟ اهدى ابو يزيد اهدى. الرسالة العملية الصحيحة والحاشية الثانية قال ما يريده الشرع منك. فكل العلماء يقولون لنا اسمع كل العلماء يقولون لنا أن الارتباط بالإمام المهدي ورضا الإمام المهدي هو بتطبيق الشرع الموجود بالرسالة العملية الصحيحة التي يقولها المراجع. ولهذا اقرأ الحاشية الثانية من تحت. اقرأ الحاشية. قال ما يريده الشرع منا، وقال ما قال رسالة الإمام المهدي العملية، قال الرسالة العملية صحيحة. هاي كلامات أبو يزيد. هاي كلامات خليها برا هذا البث ما تمشي عليه. اتكلم هسه ولا لا؟ اتكلم هسه ولا لا؟ اقرأ كل ابو كريم اذا عندك او شيخنا زين العابدين. اصبر شوي بس دقيقة اخوان. انا اريد ان بس دقيقة ابو هو الكتاب للشيخ ولا مؤسسة الشيخ نفسها؟ لا حول ولا قوة الا بالله. اسمعني انت قاعد تتكلم مؤسسة تابعة للشيخ. اسمعني احنا نعرفك كل زين، يعني بغير بثوث نعرفك انه انت سباب، ولكن مع هذا اكراما للحاج وعد احنا بنحترم. انا ما اسب الا اللي يسبني فقط. اسمعني ارد عليه. من يحكي وياك ابو يوسف لا تقول له اصمت. انا اتحداك طلعني قلت اصمت. عيد تسجيل. والله اقسم بالله ما قلت له اصمت. اقسم بالله ما قلت اصمت. شيخنا جزاك الله خير. والله ما قلت من الموضوع. انتم الان بس انت وين مشكلتك عزيزي؟ وين مشكلتك؟ اقول لك اصبر شوي. لحظه اصبر شوي. انت قلت يا ابو يوسف ان الرساله العمليه للمراجع. اين يوجد هذا الكلام في النص؟ تفضل. اوكي احسنت جزاك الله خيرا. احسنت اخواني. الان صفحه 337 من هذا الكتاب الناصح للشيخ بهجت. قال في الحاشيه اول شيء خلينا نقرا تماما كما يقول السؤال 34. العلم برضا الامام صاحب العصر عجل الله تعالى فرجه علينا. سؤال: كيف لنا ان نعلم ان الامام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف راض عنا؟ جواب: انظروا الى دفتره وطابقوا اعمالكم مع دفتره. حاشية رقم 2 و3. الحاشية الثانية يقول يقصد سماحته بالدفتر الرسالة العملية الصحيحة. ثالثا يقصد سماحته إذا كانت الأعمال موافقة لدفتر الشرع فسيكون الإمام عجل الله تعالى فرجه راض، وإذا لم يكن العمل موافقا لدفتر الشرع فهذه نتيجة بديهية أن الإمام صلوات الله عليه غير راض، وهذه طريقة سهلة وميسرة للجميع حتى يعرفوا أن الإمام عليه السلام راض عنهم أم لا. ليش سهلة وميسرة للجميع؟ لأن الرسالات العملية للمراجع تملأ الدنيا ورقا وإنترنت وكل شيء، ومسموعة ومشروحة وصوتية وكل شيء. فأنت هاي كراتك أبو يزيد ما تمشيها علينا هنا. الناس تقرأ وتفهم، مو إحنا عبد الوهاب يصير هو الحاكم على كلمات العلماء وهي واضحة. تفضل حجينا. طيب انتهيت. طيب شوف يا جماعة أول شيء لحظة أول شيء قال انظروا إلى دفتره. الهاء عاد على من يا أبو يوسف؟ ايوه لك دفتره يعني سننه لا تقول ولا.
لا تقول ولك. ايه خليه شنو يعني ولك؟ شنو يعني ما سبيتك؟ لا تقول ولك. خليك ما قصدي سب، ما قصدي فيها سب. لا اقول لك انت بتتلكك مثل ما يقولون، مثل ما يقول المصريه انت بتتلكك. خلصنا جاي نقول لك دفتر دفتر مرجع ولا دفتر الامام؟ دفتره ودفتر المرجع ابو يوسف بس اللي دفتر. انا علمك اسمع. قال الامام عليه السلام: فاني جعلته حاكما عليكم والراد عليه راد علينا وهو على حد الشرك، وهو رد على الله وهو على حد الشرك بالله. يلا دفتر المرجع دفتر الامام، تفضل. من قال انا دفتر المرجع ودفتر الامام؟ من قال؟ عزيزي علماء هواي. اكو علماء يقولون ارجعوا عزيزي، اكو علماء يقولون ارجعوا الى الادعيه، اكو علماء يقولون ارجعوا الى الشريعه، اكو علماء اشكال، كل عالم الى رايه. انت جايب كتاب اخلاقي عزيزي، كتاب اخلاقي وليس كتاب عقائدي، جاي تحتج به. شوف الواتساب.